وقت قهوة العصر وواحد ما حب يروح يشري، قالوا لي ياسمين الكوزينه قدامك وديري واش حبيتي، المهم ديري لنا حاجه نتقهووا بها. درت لهم واحد لي زيكلير غير بالمكونات اللي كانوا عندي في الدار، وجاو بنا يا البنات. المهم جاو بزاف خفاف فارغين لداخل، ورايح نمد لكم جميع اسرار نجاحهم. ومن اليوم ما نزيد نسمع حتى وحده تقول لي ما ينجحوليش لي زيكلير. نحتاج العجينه ديالنا 100 ملل تاع حليب اللي هي نص كاس، و140 ملل تاع الماء اللي هي كاس ناقص 2 صباعتين، 200 غرام تاع مارغرين اللي هي 2 مغارف كبار ونص، قرصه تاع الملح، مغرفه كبيره تاع سكر عادي، وحطيتهم فوق النار كي تشوفوهم غلاو. زيدوا عليهم كاس تاع الفرينه يكون معمر كما راكم تشوفوا، والكاس الثاني ديت منه قيس اصبع واحد هذا مكان. هنا في هذه المرحله نقصت النار كامل وبقيت نطيب في العجينه ديالي على نار قليله، وبقاو تحركوا فيها بهذه الطريقه حتى تنشف لكم مليح. يعني بعد ما تشكل هذيك الكره تاع العجينه بقاو تحركوا موراها بحوالي 5 دقائق هكاك. نحيتها درتها في ريسيبيون وبديت نزيد عليها البيض غير بالحبه. انا اليوم دات لي 5 حبات تاع البيض كما شفتوا، بقيت نزيد بالوحده ونخلط بالروبو حتى تتحصلوا على عجينه تكون طريه، وكي ترفدوها بالمغرفات تلقاوها ما تتقطعش كما راكم تشوفوا في الفيديو تماما. هنا العجينه ديالنا راهي واجده، قسمتها على زوج، استعملت لادوي اللي ماشي مشرشفه وبديت ندير في هاد الاشكال كما راكم تشوفوا دوائر تكون شويه صغيره. من بعد شمخت صبعتي بشويه تاع الماء وحبطت لهم كامل هذوك الاطراف اللي يكونوا خارجين، ودخلتهم يطيبوا في فرن مسخن من قبل على درجه حراره 200. حطيت سنيوه في النص تاع الفرن، شعلت لهم غير من تحت، وما تفتحوش كامل الباب تاع الفرن. كي تشوفوهم تنفخوا مليح نقصوا لدرجه الحراره وديروها على اقل درجه ممكنه حتى يتحمروا لكم من فوق. ونروحوا نحضروا الكريمه ديالنا. نحتاجوا فيها نص لتر تاع الحليب اللي هي 2 كيسان معمرين، زدت عليهم 2 مغارف كبار تاع السكر، 2 مغارف كبار ونص تاع المايزينا مع مغرفه كبيره تاع الكاكاو، زدت عليهم حبه بيض كامله وحطيتهم فوق النار غير تشوفوا الكريمه ديالكم عقدت. نحيوها فوق النار وهي سخونه، زيدوا لها 100 غرام تاع شوكولا نواغ وبقاو تخلطوا فيها حتى تذوب كامل. درتها في طبسي غطيتها وخليتها تبرد، ومن جهه ثانيه بعد ما طابت سنيوه الاولى تاع لي زيكلير خرجتها ودرت سنيوه ثانيه بصح شكل مختلف اللي نعرفوه كامل، وطيبتهم بنفس الطريقه. شوفوا كيفاش يجوا مقرمشين من برا فارغين لداخل وطايبين مليح. وباش نتفاهموا البنات السر تاع لي زيكلير هو في الطياب، قد ما يطيبوا قد ما يطولوا في الطياب رايحين ينشفوا لداخل وما يحبطوا لكمش كامل. عمرتهم مليح بالكريمه، زينتهم بشويه تاع شوكولا، لكل 100 غرام تاع شوكولا 2 مغارف كبار تاع الزيت. زدت كمل التزيين ديالي بشويه تاع كاوكاو مرحي، وهذا مكان كما راكم تشوفوا وصفه سهله بنينه وناجحه من اول تجربه. والوصفه بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب خفيف ظريف مع ياسمين. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي كومنتار شباب جمل الفيديو، ونتلاقاو في الوصفه الجايه.